يبدأ الفيلم بصوت مفصل كبير وهو بيحكي لسيمبا عن دايرة الحياة، وبعدها بيجي الكلام ده في ذكرى جيمس إيرل جونز في مملكة برايدرو. سيمبا بيكلم رعايته وبيقول إن في حاجة عظيمة جاية، بينادي على نالا اللي مستنياه في الواحة. سيمبا بيسيب بنته كيارا مع تيمون وبومبا، لكنه بيقول لهم ما يتكلموش معاها عن أي حكايات مجنونة. بس أول ما يمشي بيحكوا لها قصة معركة برايدرو، بس بالطريقة اللي تخليهم الأبطال اللي هزموا سكار وأكلوه كمان. بعدها رافيكي بيجي يحكي لكيارا قصة تاني، قصة جدها موفاسا وهو صغير كان عايش مع أمه عافية وأبوه مسيجه في مكان صغير مع باقي الحيوانات. عافية بتحكي له عن ميليل، المكان اللي ممكن يكون بيتهم في المستقبل. بس فجأة المطر بينزل بغزارة بعد جفاف طويل والمية بتزيد وبيحصل فيضان بيجري في كل حاجة. مسيجو بيحاول ينقذ موفاسا لكن فيل بيكسر السد وموفاسا بيتجرف بعيد عن أهله. بيفضل موفاسا عايم على جذع شجرة لحد ما بيوصل لنهر وبيلاقي شبل تاني. تاكا تمساحين بيحاولوا يمسكوا موفاسا لكن تاكا بيسحبه بعيد عن النهر. بعدها بتلاقيهم تاكا ايش وبتزعق له عشان بيكلم شبل غريب، بس تاكا بيقنعها تخليه معاهم. في بيت تاكا موفاسا بيتعرف على ابوه اوباسي اللي بيهينه وبيقول له انه دخيل. ايشي بتدافع عن موفاسا لكن اوباسي بيحط تحدي، موفاسا لازم يسبق تاكا في سباق للشجره الميته عشان يفضل عايش واللي هيخلص عليه. تاكا وهو شايف ان موفاسا متاخر بيسيب له الفوز عشان ينقذ حياته، لكن موفاسا لازم يعيش مع ايشي وباقي اللبؤات. تاكا مبسوط انه اخيرا عنده اخ. السنين بتعدي وموفاسا وتاكا بقوا اصحاب ما بيتفرقوش، لكن اوباسي لسه مش طايق موفاسا وبيقول لتاكا انه في يوم هيخونه وهياخد فرصته في انه يبقى الملك. لكن موفاسا بيبقى قريب من ايشي اللي بقت شايفاه زي ابنها، ومع ذلك لسه نفسه يرجع لاهله الحقيقيين. فجأة الكبرياء بيتهاجم من اسدين ابيضين من مجموعة اسمها الغرباء. موفاسا بيجري عشان يحمي ايشي وتاكا بيخاف ويهرب. موفاسا بيقاتل اسد اسمه ساتشو وبيجرحه جامد لكن الاسد التاني بيهرب. تاكا بيحس بالخجل عشان هرب، لكن اوباسي لأول مرة بيحترم موفاسا لأنه أنقذ إيشي. الكشافة بتتعقب الأسد الهارب وبتوصل لزعيمه كيروس اللي بيحكم مع أخواته أكوا ومارا. لما بيعرف إن ساتشو مات كيروس بيتعصب وبيقضي على الأسد الهارب. بعدين الكشافة بترجع تحذر أوباسي إن الغرباء عددهم ضعفهم وإنهم في طريقهم للهجوم. تاني يوم كيروس وأسوده بيهاجموا وموفاسا وتاكا بيضطروا يهربوا بيعدوا فوق شلال، لكن أسد أبيض بيجري وراهم. في الآخر بيهربوا وبيبدأوا رحلتهم للبحث عن ميليل. في الطريق بيقابلوا لبوقة اسمها سرابي اللي كانت بتتبعهم في هدوء ومعاها الكشاف بتاعها زاز. في الوقت ده رافيكي الصغير بيطرد من قابلته بسبب رؤياه لكنه متفائل بالمستقبل. رافيكي بيقابل الأسود وزازو وبينضم ليهم عشان يدوروا على ميليل بعد ما الأسود حاولوا ياكلوه. موفاسا الأول مش واثق فيه لكن بعد شوية بيتفهموا وبيبقى بينهم تفاهم. موفاسا بياخد القيادة وبيقول لهم كلهم إنهم هيمشوا مع بعض. في الوقت نفسه كيروس والغرباء بيقطفوا أثرهم بعد ما قتلوا أوباسي وإيشي وكل فخرهم. خلال الرحلة تاكا بيعجب بالسرابي لكنه مش عارف يتصرف فبيطلب نصيحة موفاسا بيحاول يساعد بس تاكا في الآخر بيحرج نفسه قدامها. بعدها زازو بيلاحظ إن الغرباء قربوا فبتعمل سرابي حركة ذكية وتوقع خلية نحل عشان تسبب تدافع الفيلا، وموفاسا بينقذها من الدهس لكنه بيدي تاكا الفضل في إنقاذها. بعد شوية المجموعة بتوصل لمكان تلجي يستخبوا فيه. في الليل سرابي وموفاسا بيتكلموا وبيقعوا في الحب لكن تاكا بيشوفهم وبيحس بالخيانة. بيروح يتحالف مع كيروس عشان يوقع موفاسا. أخيرا بيوصلوا المليون وهي أجمل مما توقعوا، لكن الغرباء بيهاجموا بعد ما تاكا ساب أدلة عن مكانهم. موفاسا بيفهم إن تاكا خانه وتاكا بيقول له إنه سرق منه كل حاجة من العرش لسرابي. المعركة بتبدأ واللبؤات بقيادة سرابي بيواجهوا الغرباء. في الآخر كيروس وموفاسا بيتواجهوا لكن تاكا بيتدخل وبيحاول يضرب موفاسا فبيتعور بجرح في وجهه اللي بيبقى علامة مميزة. الغرباء بيموتوا بعد انهيار الصخور وموفاسا بينجو. تاكا بيبص عليه وهو بيغرق لكنه في الآخر بينقذه. بعد المعركة الحيوانات بتشوف موفاسا كملك لكنه في الأول بيرفض، لكن رافيكي بيقنعه إنه الوحيد اللي قدر يوحدهم فبينحنوا له. زازو بيقترح نفي تاكا لكن موفاسا بيختار يسامحه بس من غير ما يناديه باسمه القديم وبيسميه سكار عشان يفضل فاكر خيانته. بعدين موفاسا بيتجمع مع أمه اللي بتقوله إن أبوه مات. موفاسا بيطلع فوق صخرة الكبرياء وبيطلق زئير عظيم. في الوقت الحاضر تيمون وبومبا عندهم تعليقات على القصة لأنهم كانوا بالكاد فيها. كيارا بتقول إنها كانت تتمنى تقابل موفاسا لكن رافيكي بيقول لها إنه دايما جواها. بتبص للسماء وبتزقر ووجه موفاسا بيظهر في السحاب ويرد الزئير. سيمبا ونالا بيرجعوا لطفلهم الجديد كيون وكيارا بتبدأ تحكي له قصة ملك عظيم. الفيديو ده كتبه عبد الرحمن محمد وسجله وكمان منتجه. ومتنساش تعملوا فولو لصفحه فيلمك على السريع عليا فيسبوك وتيك توك وانستجرام، ومتنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس.